عندنا مشكلة تؤرق الجميع وهي مشكلة القروض، وكثر الرأي فيها. أحد يقول نطيح الفائدة، أحد قال نطيح الأصل، أحد قال حلال، أحد قال حرام. أنا كتبت فيها. أولا، إسقاط القروض قد لا يكون فيه نوع من المساواة. فقلت بدل إسقاط القروض العشوائية أو إسقاط الفائدة وتتحمل الحلال والحرام، قلت إحنا خلينا نوخر هذا الشيء، يكون هناك منحة حكومية أميرية، وأتمنى من صاحب السمو حفظه الله أن يوافق على إصدار مرسوم ضرورة بهذا الشأن، وهو منحة 10,000 دينار لكل فرد كويتي. راح تكلف المال العام 10 مليار دينار. بس نأتي ونخصم منها مستحقات الدولة. يعني في ناس اعتادوا ما يدفعون مستحقات الدولة من كهرباء وماء إلى آخره، نخصمها منهم. وفي ناس يدفعون، فحتى لا نعاقب اللي يدفع نخصمها مستحقات الدولة. ومن ثم يأخذ ما تبقى من هذا المال. إن كان عليه قرض يسكر فيه، يسكر طائف من القرض، وإذا ما عليه قرض يكون ادخار له. طبعا الناس يقولوا ايش معنى؟ يعني اقول لك احنا ترى هذه مو بدعه كويتيه. اخر معالجه اقتصاديه في اليابان كانت منح الشعب الياباني 80 مليار دولار حتى يصرف هذه الاموال. هذه يسمونها في علم الاقتصاد ريسايكلينج ذا ماني، لان الفلوس اللي عند الناس ما تطلع برا السيستم. واعتقد حطوها على نسبه 1%. نعم، انت شلتها من حساب الدوله الى حساب الافراد، بس هي ظلت في حساب الماكرو ايكونومي. هي يسمونها مايكرو ويسمونها ماكرو. هي ما تغير شيء، ما زالت هي من ضمن الدولة نفس السايكل. وبالتالي لكن أنا شنو حولتها من حساب البنك المركزي إلى حساب الأفراد، ظلت داخل الإطار العام الدولة، يتم إعادة تدويرها في الاقتصاد 4 مرات. فلو دورت اللي يتبقى منها بعد ما تخصم الدولة، خلينا نقول 7 مليار في 4 28 مليار، راح تنعش الاقتصاد الكويتي وراح تنعش وتحسن من وضع الأسرة. إذا رفعت الضغط عن الأسرة راح تبدع هذه الأسرة في العمل وفي الإنتاج وفي التفكير في كل شيء. نعم. وهذا مدعى. حتى أمريكا سوتها، حتى أوروبا سوتها، الكل سواها، فرنسا سوتها. فهذا مو عيب. والمال اللي ما يسعد أهله ما في بركة. احنا نخزن مدخرات في الكويت إذا ما نفرج عن الأسر الكويتية، وهذا فيها عدالة كاملة. لأن إسقاط القروض، أنت قرضك 100,000 أبو علي قرضه 10,000، أنت ما في عدالة. أحمد ما عنده قرض، أنت دافع فواتير الدولة، أبو علي ما دفع، ما يصير. بعد لازم يصير هنا نوع عشان تحس بعدين إنك أنت في مساواة.